العيش الشامي للسحور بطريقة سهلة جدا والتسوية بمنتهى البساطة. تعالوا يلا نشوف الطريقة. أول حاجة معايا 6 كوبايات من الدقيق. تمام كده، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة ونص من الخميرة، معلقتين كبار ونص من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح. بس كده هقلب بقى كل المكونات الجافة كويس جدا، وهبتدي بقى أعجن بلبن. تمام كده، بلبن دافي أو نعجن بمية دافية. تمام، أو نعجن بشرش، المتاح عندك من التلاتة تقدري تعجني بيهم، لبن أو مية، المتاح نقدر نعجن بيهم. تمام كده، هبتدي بقى خلاص ضفت أول كوباية ونص من اللبن. تمام، وبعدين احتجت كمان النص كوباية. انا تقريبا احتجت على ال6 كوبايات تقريبا كوبايتين وربع، بس طبعا على حسب احتياج الدقيق. تمام كده، يعني على حسب نوع الدقيق اللي انت هتستخدميه هياخد منك قد ايه. ممكن تكتفي بالكوبايتين بس، ممكن تكتفي بكوبايتين وربع زي ما انا ما عملت بالظبط. فاهم حاجه، تبقي حذره وحريصه جدا وانت بتضيفي الماده اللي هي السوائل. تمام كده، واحنا بنعجن المعجنات. تمام. هنا في العيش انا هعجنه كويس جدا لمده 10 دقايق. عايزه العجينه تكون طريه. تمام كده، وبتلزق سنه. في الاخر خالص بعد ما يعني عجنتها لمده 5 دقايق ضفت 4 معالق كبار من الزيت. تمام كده، تقدروا تستبدلوه بزيت الزيتون. هنا بقى جبت بولة دهنتها كويس جدا بالزيت، ودهنت العجينة كمان بالزيت، وهغلفها كده بالشكل ده وهسيبها لمدة ما تقلش عن ساعة. هغطيها واسيبها في مكان دافي. بس كده، دي اول خطوة معانا، خطواته سهلة وبسيطة جدا. هبتدي بقى بعد الساعة، ما شاء الله خمرت معايا وبقت تحفة يا جماعة. طبعا احنا عشان الجو ساقع شوية في الايام دي فسبتها ساعة، لكن لو الجو حر وبتعملي العيش انت هتسيبيها نص ساعة بس وهتبقى معاكي مظبوطة. تمام كده، هبتدي بقى ان انا اخد الكور. جايبه الصاج بتاعي رشاه كويس جدا من الدقيق، وهعمل كور صغيره. تمام كده، بدهن ايدي دهنه بسيطه جدا من الدقيق، وببتدي اخد كوره كوره اكورها بالشكل ده. هبتدي بقى اخلص الكميه كلها. وبعدين هنبتدي برضو، ولما هنيجي نشتغل في العيش هنشتغل من اول كوره احنا كورناها. تمام كده، بعد بقى ما هخلص الكميه كلها وهنكورها، تقدري تعملي بقى هنا، تقدري تتحكمي في حجم العيش اللي انت عايزاه. لو عايزه الرغيف يكون كبير تقدري تكبري حجم الكوره اللي انت هتكوريها. تمام كده، عشان احنا بعد الخطوه دي هبتدي اني انا اغطيه بكيس بلاستيك. تمام، واغطي كمان من بفوطه. تمام كده، وهسيبهم بقى يخمروا لمدة ما تقلش عن نص ساعة، يعني من ربع ساعة لنص ساعة على حسب ما هتشوفي هي حجمهم الضاعف او لا. تمام كده، هغطيهم بقى وهسيبهم نص ساعة. بعد النص ساعة كده انا عايزة اقول لكم ان ما شاء الله شايفين حجمهم تحفة يا جماعة. جبت بقى طبعا أول كورة أنا كورتها، ورشة من الدقيق من فوق كده ومن تحت، وهبتدي يعني أفردها بالنشابة كويس جدا لحد ما أوصل لسمك لسمك رفيع، ومش رفيع أوي، أنا هوريكم السمك اللي أنا عايزاه. بصوا، يعني تقريبا نص سنتي، صغير جدا. تمام كده، هبتدي برضو اعمل نفس الخطوات، وكل العيش اللي انا بشكله ده ببتدي ان انا اضيفه على صينية مش مدهون لها اي حاجة ولا مرشوش ليها دقيق ولا اي حاجة، بحط عليها بس العيش على طول. تمام كده، وبسيبها ربع ساعة. طبعا في الخطوة دي عقبال ما هشكل العيش انا مشغلة الفرن على درجة حرارة، على اعلى درجة حرارة. تمام كده، من تحت ومن فوق، يعني بشغل الفرن على اعلى درجة حرارة. تمام، من تحت ومن فوق على الشواية. بس كده، بعد ما افرد بقى الكمية طبعا بضيفهم على الصواني، او تقدري الصاج بتاع البوتاجاز، لو البوتاجاز عندك الصاج اللي هو الكبير ده نقدر ان احنا نكفي يعني نشقلبه. تمام كده، على مستوى منخفض في البوتاجاز، ونقدر نحط عليه العيش وما نغيرش ان بنستخدم صواني كتير. وتقدري كل يعني كل اللي تطلعيه تحطي بداله. دي برضو طريقة ممكن تكون سهلة بالنسبة لك. انا بالنسبة لي انا حطيتهم على صواني، وحطيت الصواني دي على ارضية الاول كده انا حطيتهم. بصوا،
على مستوى منخفض، او تقدري بقى تحطيها على ارضيه البوتاجاز ونبقى مشغلين من فوق ومن تحت، عشان ما تضطريش ان انت تقفلي الشوايه لو خد لون ولسه ما خدش لون من تحت. فتقدري التسويه على ارضيه البوتاجاز، تمام كده، وفاتحين كمان الشوايه من فوق. بس مش قادره اقول لك، هياخد معاكم تقريبا من 8 ل 10 دقائق بالكتير. ده طبعا رغيف عيش برضو انا حبيت ان انا اوريه لكم، انا مسوياه على الطاسه من فوق وطلع معايا برضو بالجمال ده. يعني تقدري ان انت تسويه على صينيه المونيا عادي، حطيها من كده على فوق من على البوتاجاز، هتاخد معاكي تقريبا رغيفين، تقدري تسوي عليها من فوق، او نقدر نسوي على البوتاجاز في الفرن البوتاجاز زي ما انا موريتك. الطريقتين معاكي، استخدمي اي طريقه سهله بالنسبه لك، هيطلع معاكي العيش بمنتهى الجمال، تحفه يا جماعه. جربوا الطريقه هتعجبكم جدا. شايفين الجمال؟ وبكده تكون خلصت وصفة النهاردة. بتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتجربوه. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي، رمضان كريم.